السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. للي ما يعرفنيش أو لسه أول مرة يتفرج عليا، فأنا أحمد داوود، وبعتبر القناة هنا مساحتي الخاصة اللي بحب أتكلم فيها في مواضيع عامة. آه، يمكن عايز أقول حاجة قبل ما أبدأ الفيديو، إن أنا بفرح جدا او بنبسط جدا لما يبقى عندي تصوير او لما اجي مثلا اصور فيديو عشان انزله. يمكن الحاجه دي هي اللي ممكن تساعدني ان انا يمكن اقدر استمر في التشانل، او ان انا بنزل فيديوهات. ان انا بعمل حاجه انا حاببها بحبها، مش مجبر عليها، او ان انا مثلا لو عملتهاش لا في حاجه هتحصل. لا، هو انا حابب اعمل الفيديوهات. فبصراحه يعني كل ما افتكر ان انا هصور فيديو وهطلع مثلا في واحد او اتنين او تلاته او اربعه هيشوفوه، ببقى مبسوط جدا يعني حرفيا. فحابب ان انا اعرف منكم اذا في اي كومنت او اي حاجة حابين بتعلقوا عليها او حابين تقولوها، ممكن تسيبوها لي في كومنت تحت. حابب النهارده اتكلم معاكم في موضوع، وهو موضوع التشتت. ان انا عندي مليون حاجة مثلا عايز اعملها، او ان انا مثلا بحط لي اهداف كتيرة، فباجي في الاخر ما الاقيش ان انا حققت منهم حاجة. فايه الحل؟ من فترة كنت خلاص بدأت ان انا مثلا انعزل شوية عن الناس، فانا عايز احقق حاجة او اعمل حاجة في حياتي. فبدأت ان انا احط ليا اهداف. انا عايز مثلا ان انا اتعلم لغات، عايز ان انا اتعلم برمجة، عايز ان انا اعمل فيديوهات على اليوتيوب، عايز ان انا الاقي شغل كويس. وبدأت ان انا اعدد واحط اكتر من هدف. فالفكرة اللي انا توصلت ليها، او الحاجة اللطيفة او الحلوة اللي انا توصلت ليها، ان انت تركز على حاجة واحدة او اتنين مثلا علشان تقدر تحققهم او تنجزهم. فلقيت ان انت مثلا لما بتيجي عايز تحقق مثلا هدف، وليكن انك مثلا تتعلم انجليزي. فانا عملت جيت ان انا بقيت كل يوم مثلا بتفرج على متابع كورس معين، فبتفرج على حلقة من الكورس ده، وبسمع مثلا اغنية معينة انجليزي بقرأ الكلمات بتاعتها، مع ان انا مثلا بشوف كونفرسيشن. دي كانت حاجة. الحاجة التانية برضو ان انا مثلا حاولت ان انا اتعمد، او ان انا اتبنى عادة ان انا كل يوم لازم افطر. ما ينفعش اخرج من البيت غير لما افطر. فبدأت ان انا كل يوم اصحى الصبح احضر فطار ليا. بدأت ان انا اصحى بدري ابدأ احضر فطار او اخد اكل معايا للشغل. فهي اصبحت عادة عندي. فهي دي البوينت اللي انا حابب اتكلم فيها، ان انت الهدف بتاعك بتفضل تصغره 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 خالص لحد ما يبقى عادة. خلاص انت بقيت كل يوم لازم تعمل حاجة. دي كل يوم انت خلاص هي بقت عادة فيك لا اراديا. ده يمكن كنا اتكلمنا فيه في حلقة العادات، ان انت لما بتيجي مثلا عايز تعمل عادة فانت بتتبناها مثلا لمدة ايام معينة، فتبدأ خلاص تبقى الحاجة دي مستمرة عندك، او تبدأ ان هي خلاص بقت تتعمل اوتوماتيكلي. يعني انت مش لازم كل يوم تجبر نفسك على، لا، هي بقت خلاص بتتعمل من غير وعي، من غير ما انت تحس بيها انت بتعملها اصلا، او من غير ما تبقى مرتب لها هي بتتعمل. فخلينا نضرب على ده مثال. انا حابب مثلا ان انا اعمل 30 فيديو مثلا خلال الشهر ده. طب 30 فيديو انت الموضوع حاسه مثلا كبير. طب انا هبدا اقسمه مثلا 7 فيديوهات في الاسبوع. فبرضه تحس ان انت انا عايز حاجه يوميه، او بشكل يومي انا اقدر ان انا احسها ان انا لا عملت ده النهارده فعلا ده انجاز، عملت ده النهارده ده انجاز. فبدات ان انا اخلي ان انا هدفي كل يوم اعمل فيديو، كل يوم اعمل فيديو. فبدات ان انا النهارده عملت فيديو، صح تمام انا عملت الفيديو ده. تاني يوم عملت الفيديو، فبدا ان انا خلاص تمام عملت الفيديو ده. باجي بعد اسبوع اقيس بقى انا فعلا حققت مثلا التارجت اللي هو 7 فيديوهات في الاسبوع، فلاقي الدنيا تمام معايا. هتيجي بقى بعد اسبوعين 14 فيديو، بعد 3 4، لحد ما تلاقي مثلا انت في اخر الشهر عملت 30 فيديو اللي انت حابب كنت تعمله. فدي حاجه بصراحه استلطفتها جدا، او يمكن لسه عارفها. فحبيت ان انا يعني اتكلم فيها واناقشها معاكم. حته ان انت بتصغر الهدف، او بدل ما تخليه حاجه كبيره انت هتبص لها من بعيد كده، اللي هو ازاي اقدر اعمل ده او ازاي اقدر اوصل لده. لا، انت تبدا ان انت هي صغيره. زي مثلا انا حابب يبقى مثلا عندي فورمه زي شخص معين. فانا الفورمه دي هوصل لها ازاي؟ ان انا مثلا هبدا كل يوم العب مثلا 5 ضغط 5 ضغط 5 ضغط 5 ضغط. فانت بقيت بشكل يومي بتلعب ال5 ضغط دول، خلاص انت بقت عاده عندك روتين. وعلى العكس تماما، ان انا لو جيت شتت نفسي في اكتر من حاجه، او جيت ان انا خليت الحاجه بحجمها الطبيعي اللي هو الكبير، ما صغرتهاش مثلا لاشياء صغيره او حاجات صغيره علشان اقدر ان انا اعملها بشكل يومي، هتلاقي الموضوع كبير. فانت خلاص بقى عندك الحماس اللي كان موجود عندك ده بدأ واحده واحده ينطفي، فانت مش هتعرف تعمل الحاجه دي. بس يمكن دي كل حاجة كنت حابب أقولها في فيديو النهاردة. مبسوط جدا بالمشاهدات أيا كانت عددها.
حابب ان انتوا تشجعوني وتكونوا معايا برضو على المسيرة بإذن الله، ان انا حابب تارجت معين اوصل له. فمطلوب مني ان انا انزل فيديو بشكل يومي، فهبقى مبسوط جدا وممتن جدا لو بتشجعوني، وتنسوش لو في اي كومنت او حاجة تسيبولي في كومنت. اشوفكم على خير في فيديو جديد وحلقة جديدة. سلام.